دلوقتي أنا موجود في الخارج، كان معايا رخصة قيادة مصرية ومحتاج شهادة خبرة من مصر عشان أطلع رخصة قيادة في البلد اللي أنا فيها، وما بيعترفوش بالرخصة المصرية، فعاوزين شهادة خبرة إن أنا معايا رخصة مصرية تسهل عليا الإجراءات في الدولة اللي أنا فيها، أقدر أطلع رخصة قيادة. ينفع أعمل توكيل لحد أو حد يعمل لي شهادة بيانات لرخصة القيادة بتاعتي؟ فبنقول رخصة القيادة زيها زي بطاقة الرقم القومي، شخصية ما ينفعش يستفيد بيها غير صاحبها بس. يبقى رخصة القيادة وفقا للأصل العام شخصية زيها زي بطاقة الرقم القومي، ولكن أجازت الإدارة العامة للمرور بتوكيل خاص محدد. الغرض منه إيه؟ استخراج شهادة بيانات موجهة للخارجية عن رخصة القيادة بتاعت حضرتك، بس بشرط إن رخصة القيادة تكون سارية. طيب التوكيل اللي هعمله من بره ده اهو لأي حد ولا لحد قريبي ولا لازم يكون قريبي؟ لا، لم يشترط إن التوكيل يكون لحد من أقاربك. تمام؟ أي حد معرفة، جارك، أخوك، صاحبك، قريبك، ممكن تعمل له توكيل باستخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة بتاعت حضرتك موجهة للخارجية. تمام؟ إنما ما ينفعش رخصة القيادة تتجدد وحضرتك موجود في الخارج، مفيش حد هيتصور مكانك ومفيش حد هيمضي مكانك. جازت زي ما قلنا الإدارة العامة للمرور إن حضرتك حد يطلع لك شهادة خبرة لرخصة القيادة بتاعتك موجهة للخارجية بناء على التوكيل الخاص المحدد الغرض. خلاف ذلك لا يجوز. اما تنزل اجازة طلع الايه؟ طلع البيانات اللي انت عاوزها، طالما ما انتش واثق في حد. عاوز تعمل توكيل من بره لحد يجيب لك بيانات، مفيش مشكلة، بس التوكيل بيكون مخصص الغرض ايه؟ استخراج شهادة بيانات عن رخصة القيادة موجهة لوزارة الخارجية، عشان بيوثق وبينبعت لك بعد كده تعرف تطلع رخصة القيادة من الدولة اللي حضرتك موجود فيها. وده استثناء من الأصل العام اللي هو إن رخص القيادة خاصة أو شخصية لأصحابها فقط، زيها زي بطاقة الرقم القومي. تمام؟ محمد أبو سماحة بيسأل: أنا كان عندي عربية ملاكي وبعتها خردة، تمام؟ بس اللوحات المعدنية والرخصة موجودة معايا، أعمل إيه عشان أقفل ملف العربية وما يحصليش مشاكل بعد كده؟ فبنقول حضرتك المفروض قبل ما تبيع العربية كخردة انك تسلم اللوحات المعدنية والرخصة للمرور المختص وتقفل ملفها الاول بحيث ما يحصلكش مشاكل بعد كده. اللوحات المعدنية موجودة معاك، ممكن المرور يعمل لك محضر تبديد لوحات معدنية وتفاجئ بصدور حكم غيابي ضدك. تمام؟ فالصح والمتبع ايه؟ قبل ما تبيع العربية بتسلم الرخصة للمرور واللوحات المعدنية معاها حاجة اسمها شهادة مخالفات أو براءة ذمة، وبتاخد نموذج 105 مرور إنك سلمت اللوحات المعدنية للاستغناء عن الترخيص. تمام؟ ما سلمتش اللوحات ولا سلمت الرخصة، العربية باسمك في المرور وبتعد عليك. أي مشكلة تعملها العربية المرور هيجيبك أنت، ما يعرفش غيرك، لأن أنت اللي مسجل على قاعدة البيانات. يبقى قبل ما تبيع خردة أو تعمل أي إجراء لازم تسلم اللوحات المعدنية والرخصة للمرور المختص وتقفل ملفها في المرور الأول قبل ما تبيع خردة. تمام؟ خردة يعني العربية مش هترخص تاني، ممكن الراجل اللي معاه العربية يستخدمها بعد كده والمسؤولية بتقع عليك أنت، لأن أنت ما اخترتش ببيع العربية وما سلمتش اللوحات المعدنية اللي استغنى عن الترخيص. فالمرور يعني كده بيعتبر ان حضرتك المالك الظاهر او المالك الحالي او المسؤول امام المرور، ممكن يتعمل لك محضر تبديد لوحات معدنية. فقبل ما تبيع العربية خردة او تقطع العربية او تعمل، لازم تسلم اللوحات المعدنية للمرور والرخصة وشهادة المخالفات وتستغنى عن الترخيص وتاخد نموذج 105 مرور. خلاف ذلك خطأ، المسؤولية بتقع عليك انت. تمام؟